تخيل تصحى تلاقي نفسك في مكان ملوش ملامح، واقف في دايرة حمراء وسط 50 شخص ما تعرفهمش. مسموح لك تتحرك خطوة واحدة بس بره مكانك، ولو عملتها هتموت فورا بصعقة ليزر ما بيعرفش الرحمة. والأرعب من كده إن كل دقيقتين في شخص لازم يموت، والقرار مش بالصدفة، القرار في إيدكم انتوا. أهلا بيكم في فيلم سيركل، الفيلم اللي هيخليك تسأل نفسك: لو حياتك قصاد حياة طفل أو ست حامل، هتختار مين يعيش؟ النهاردة هنشوف مع بعض إزاي البشر بيتحولوا لوحوش لما غريزة البقاء بتسيطر عليهم. بيبدأ الفيلم بمشهد مرعب: 50 شخص من مختلف الأعمار، كلهم نايمين في ضلمة كحل، وفجأة بيصحوا كلهم في نفس اللحظة عشان يلاقوا نفسهم في مكان غريب ملوش ملامح، واقفين فوق دوائر حمراء منورة في الأرض، ومحبوسين جوه دايرة عملاقة مفيش منها أي مخرج. الصدمة والذهول مغطيين وشوشهم، وكل واحد بيحاول يستوعب هو فين وجه هنا ازاي. بس قبل ما حد ينطق بكلمة، بيكتشفوا إن أي حركة غلط بره الدايرة دي معناها الموت فورا. هنا بيبدأوا يفهموا إن قواعد الجهاز بيطلع صوت منتظم، ومع كل دقيقتين في جثة بتقع. الصدمة الحقيقية لما بيكتشفوا إنهم يقدروا يتحكموا في الجهاز ده عن طريق حركة إيديهم. هما اللي بيصوتوا مين اللي يموت الدور الجاي. في البداية الكل رافض يصوت، بس لما بيلاقوا إن الجهاز بيقتل بشكل عشوائي لو هما ما صوتوش، بيقرروا إنهم لازم يختاروا بنفسهم عشان يحموا نفسهم. هنا بتبدأ اللعبة القذرة. أول فئة المجموعة بتستهدفها هم كبار السن. بنشوف راجل عجوز بيحاول يستعطفهم ويقول لهم إنه عنده أحفاد، بس الراجل المتسلط بيقنع الكل إن العجوز عاش حياته خلاص، وإن الشباب أولى بالفرصة دي. بنشوف نقاشات حادة جدا: هل حياة الدكتور اللي بيفيد المجتمع أهم من حياة الشخص العادي؟ بنتعرف على إيريك، الشاب اللي بيبان إنه عاقل وبيحاول ينظم عملية التصويت عشان ما تبقاش عشوائية، وقصاده الرجل الغني اللي بيحاول يشتري حياته بفلوسه، وبيقول لهم إنه بيدفع ضرايب، بيشغل ناس. لكن طبعا المنطق ده منفعش مع شعاع الليزر اللي ما بيفرقش بين غني وفقير، والكل صوت ضده عشان يخلصوا من غروره. شوية والعدد بيقل، والتوتر بيبدأ يزيد. بنشوف المحامي الذكي اللي بدأ يستجوب الناس عن ماضيهم كأنهم في محكمة. بيسأل واحد: انت بتشتغل ايه؟ ولما بيكتشف انه كذاب في تفصيلة بسيطة، بيقلب المجموعة عليه فورا ويقنعهم انه غير جدير بالثقة. حتى المعتقدات ما دخلتش في الأمان. لما عرفوا ان في شخص ملحد وشخص تاني مثلي، بدأت المجموعة المحافظة تصوت ضدهم بناء على كرههم ليهم. في وسط الضغط ده بنشوف مشهد مأساوي ل4 أشخاص ما قدروش يستحملوا القذارة دي، وقرروا إنهم ينتحروا جماعيا، بإنهم خرجوا بره الدوائر بتاعتهم وماتوا بكرامتهم بدل ما يستنوا حد يصوت ضدهم. العدد بيوصل ل10 أشخاص، وهنا بنوصل لأصعب لحظة في الفيلم. بيفضل طفلة صغيرة، ست حامل. المجموعة انقسمت نصين: نص بقيادة إيريك والجندي بيحاولوا يحموهم للنهاية، ونص تاني بقيادة الراجل المتسلط شايف إن بقائهم خطر لأنهم كده كده هيموتوا. فليه ما نموتهمش دلوقتي ونزود فرصتنا احنا؟ إيريك هنا بيلعب دور البطل وبيستخدم ذكائه عشان يوجه الأصوات ضد أي حد يحاول يلمس الطفلة أو الست الحامل. وفي اللحظة دي بنشوف أبشع صور الأنانية البشرية: ناس بتخترع قصص وتهم لبعض عشان بس يوجهوا الأصوات لغيرهم. وهنا بيفضل في الآخر 3 بس: إيريك والطفلة والست الحامل. إيريك بيقنع الست الحامل إنهم لازم يضحوا بنفسهم عشان الطفلة تعيش، وإن ده أنبل شيء ممكن يعملوه. الست الحامل بتصدقه وبتوافق، لكن في اللحظة الأخيرة إيريك بيصوت ضد الست الحامل ويقتلها. وقبل الطفلة ما تستوعب اللي حصل، بيخدعها ويخليها تخرج بره الدايرة فتموت هي كمان. إيريك ما كانش بطل، إيريك كان أكتر واحد متلاعب في الغرفة، وكان بيحمي الضعفاء بس عشان يستخدمهم دروع بشرية توصله للنهاية. الفيلم بيخلص بمشهد مرعب: إيريك بيخرج للعالم الخارجي وبيلاقي عشرات الأشخاص زيه خارجين من سفن فضائية تانية، كلهم هم بس اللي فضلوا في الآخر. وده معناه إن العالم الجديد اللي هيتبني على إيد أكتر ناس أنانية وخبيثة قدرت تنجو. فيلم سيركل بيورينا الوجه المظلم للبشر لما غريزة البقاء بتسيطر عليهم.
إيريك اللي كان بيمثل دور البطل طلع هو أكتر واحد خبيث وقدر يضحي بطفلة وسيدة حامل عشان هو يعيش. المشهد الأخير بيأكد إن العالم الجديد هيتبني على إيد الناس اللي قدرت تتلاعب بالآخرين وتنجو بأي ثمن. أتمنى يكون التعليق كله عجبكم. مستني رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تشتركوا في القناة.